السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. قصة اليوم عن زهرة الطفلة المصابة بالسرطان وكأن المرض مو كافي عشان تقتل بطريقة وحشية. الطفلة زهرة بكير ولدت عام 1999 في مدينة واجا واجا الأسترالية، وبعد ولادتها دخلت والدتها في اكتئاب ما بعد الولادة، وصارت مو قادرة على رعاية زهرة، وصارت تعاني من آلام نفسية قوية، وقررت إنها تنفصل عن زوجها وتترك بنتها زهرة معه عشان ما تأذيها. وبعد ما تركتهم الأم صار الأب يهتم بزهرة، ولكن بعد 5 سنوات لاحظ إنها تعاني من آلام في عظامها ومرضت كثير، وبعد ما أخذها للمستشفى بعد كثير من الفحوصات اتضح إنها مصابة بمرض سرطان العظام، وانتشر في ساقها اليسرى، واضطروا يبتلونها عشان ما ينتشر أكثر. وصارت تلبس ساق صناعية، وبعد فترة تضررت إذنها وصارت حاسة السمع معها ضعيفة جدا، وبعد أصيبت بسرطان الرئة وصارت حالتها كل يوم تسوء أكثر وأكثر. ولكن في عام 2008 تحسنت حالتها واستقرت صحتها تقريبا، وقرر الأب ينتقل للولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها قرر إنه يتزوج عشان زوجته تساعده برعاية ابنته زهرة. وبالفعل تزوج من وحدة اسمها أليسا، وبعد 2 سنين وفي عام 2010 سافر الأب برحلة عمل، وفجأة صار حريق بالبيت، ولكن ما كان حريق كبير، تضررت أشياء بسيطة من ممتلكاتهم. زوجة الأب أليسا لاحظت إن زهرة مو موجودة، دورت عليها بس ما لقتها، على طول بلغت الشرطة، وبوقت بحث رجال الشرطة في البيت لاقوا ورقة يطلبون فيها فدية مقابل $1,000,000. استمرت الشرطة بالبحث والتحقيق مع الجيران، واللي قالوا إن زهرة أصلا مختفية لها أسبوعين، وإن زوجة الأب كانت تعنفها وتضربها دايما، وضربها كان قوي، وكانوا يسمعون صوت صراخ زهرة. استمرت رجال الشرطة بالبحث عنها حوالي البيت، ولقوا ساقها الصناعية مرمية، وأخذوا زوجة الأب أليسا للتحقيق وعرضوها لجهاز كاشف الكذب، وفشلت فيه، وحتى لما سألوها هل تقدري تأذي زهرة فشلت بجوابها. وبعد التحقيق المستمر والضغط عليها اعترفت إنها قتلت زهرة، وكأن المرض مو كافي أنهت حياتها. قالت أليسا إنها قتلت زهرة، وبعد ما قتلتها قطعت جثتها لقطع صغيرة، وبعدها رمت كل قطعة بأماكن بعيدة، وحتى تبعد الشكوك عنها كتبت رسالة الفدية وحرقت بعض أغراضها. تم الحكم عليها بالسجن 25 سنة فقط. إيش رأيكم بالقصة؟ وإيش رأيكم بالحكم؟